الباشا والخواجة والريس، التلاتة عملوا في اسكندرية معجزة هندسية محدش في العالم كله كان متخيلها. بنوا ترسانة وأسطول في 4 سنين بس، في بلد ما كانش فيها تقريبا أي حاجة، لا بنية أساسية ولا مواد خام ولا عمالة مدربة. بدأوا من تحت الصفر، من لا شيء. بس المعجزة دي ما كانتش هتتحقق إلا إذا كان وراها راجل عنده حلم كبير وعزم من حديد. كان عنده حلم إنه يبني بلد غاب عن التاريخ بفعل فاعل. الراجل ده هو الباشا محمد علي. بس الأحلام مش بتتحقق بالتمني والدعاء والقعدة على شط البحر وهو بيشيش. بس الصراحة هو كان بيقعد على البحر في راس التين وبيشيش، بس مع دخان الأرجيلة كانت الأحلام بتتكون. الأحلام دي كان لازم يكون وراها رجالة وعمل شديد. الأحلام دي كان وراها خواجة فرنساوي وريس اسكندراني والباشا الكبير. عايز تسمع حدوتة دار الصناعة اللي هي الترسانة؟ هات كوباية اللاتيه مومبيه وتعالى وانا احكي لك. بعد موقعة نفرين البحرية سنة 1828 وتحطم الأسطول البحري المصري الثاني بعد تحالف أساطيل إنجلترا وفرنسا وروسيا القيصرية ضد الأسطول المصري العثماني والغدر بيه في خليج نفرين، ومن 30 سفينة حربية ده غير السفن التجارية المساعدة، ما فضلش منهم غير 8 رجعوا اسكندريه. وفي المعركه دي استشهد من 3000 ل 4000 جندي وملاح مصري. المراكب الحربيه دي كان محمد علي باشا بناها في ترسانات مارسيليا ولوفورنو وتولون بفلوس كتيره قوي. كان استغلال، ما هم عندهم التكنولوجيا بقى. لو اي زعيم في الدنيا اتحطم له الاسطول بتاعه كان قال يا عم وانا مالي ومال الحروب والاساطيل، انا ارجع اقعد في القصور بتاعتي على البحر وعلى النيل زي بشوات المماليك واجيب الجواري والشيشه واديها لاتيه وانا مالي بالحروب يا عم. بس ده مش محمد علي باشا. محمد علي باشا عزمه اكبر من كده بكتير، وما يقع الا الشاطر. المهم نتعلم من اخطائنا. هنرجع ورا شويه. سنه 1825 محمد علي باشا كان بيبني 3 فرقاطات في ترسانة مينا مارسيليا، وفي الوقت ده كان المشرف على بناء السفن دي مهندس فرنسي اسمه لويس شارل ديسيريزي. هو اصلا كان مهندس في ترسانة ميناء طولون، لكن تم انتدابه من قبل ملك فرنسا شارل العاشر عشان يشرف على بناء ال3 فرقاطات دول. وفعلا بعد ما تم بناهم راحت ال3 فرقاطات في معركة نفرين. ولحد هنا كان محمد علي باشا لا يعرف ديسيريزي ولا سمع عنه. كان محمد علي باشا بعت لملك فرنسا عبر وكيله في مينا فينيسيا دي ليفيرون انه محتاج 2 مهندسين، الاولاني للانشاءات البحريه والتاني للانشاءات المائيه. المهندس ديسيريزي قبل ان هو يجي مصر ويشتغل مع محمد علي باشا بشرط ان الملك يضمن له احتفاظه برتبته وحقوقه واقدميته زيه زي زمايله في سلاح ضباط الهندسه البحريه. موظف يعني. هي البيروقراطيه المصريه دي احنا جبناها منين؟ من فرنسا. وفعلا يوافق ملك فرنسا على طلبات ديسيريزي وبعت جواب لقنصل فرنسا في اسكندريه يعرفه بده. وفي يوم 28 نوفمبر سنه 1828 وقع المهندس ديسيريزي على عقد من 11 بند انه هيخدم محمد علي باشا 3 سنين من تاريخ ركوب المركب اللي هتيجي مصر. العقد ده كان متحدد فيه الجوب ديسكريبشن والتايتل والسالري والبونص. دي شويه المصطلحات اللي بتوع ايجيبت بيقولوها وكأن اللغه العربيه اثرت معاهم في حاجه. كان من ضمن بنود العقد المساعده في تصميم وبناء سفن تجاريه وحربيه وانشاء مدرسه لتعليم صناعه وصيانه السفن. المرتب السنوي كان 3600 ذهب بندقي. فاكرين حدوته الذهب البندقي بتاع عملة مدينة البندقية؟ لو مش فاكرينها هسيب لكم الرابط في الكومنتات. وكمان شرط ان محمد علي باشا يوفر له مترجم وانه هو يختار المساعدين بتوعه سواء كان اجانب او مواطنين محليين، وانه ما ياخدش اوامر الا من الباشا او ابنه او كبار رجال الدولة اللي ما لهمش دعوة بالسلطة العسكرية. اما التايتل اللي هو المسمى الوظيفي سهل اهي، هيبقى كبير المهندسين. طبعا كل ده غير منزل محترم يعيش فيه. المهم يا سيدي يوم 15 فبراير سنة 1828 المهندس ديسيريزي ركب مركب من مينا مارسيليا بتاعت واحد صاحبه. المركب دي كان اسمها البجعة، وبعد كام يوم وصلت المركب اسكندرية. بس للأسف لا محمد علي باشا ولا إبراهيم باشا كانوا موجودين، فاستناهم لحد ما رجعوا واتفق معاهم انه يبني لهم مركبتين ولموا له شوية مساعدين أتراك. المشكلة ان ولا واحد فيهم كان يفهم في الهندسة البحرية.
طب ودول هيفهموا الرسومات الهندسيه ازاي؟ يا واقعه مربربه، هو انت ايه اللي جابك هنا يا سيريزي يا ابني؟ طيب الاول ندور على المكان اللي هنبني فيه السفينتين، ويدور ديسيريزي على المكان اللي هيبني فيه السفن. بس للاسف كل الاماكن اللي شافها ضحله، يا دوب 2 أو 3 متر عمق لمسافه 200 متر او 300 متر جوه البحر. المهم ان ديسيريزي وهو بيدور لقى ورشه قديمه لاصلاح المراكب وعمل مراكب الصيادين والمراكب التجاريه، فيها ريس اسكندراني اسمه الريس عمر علي جوده او الريس عمر، اسطى اسكندراني دماغه مفتحه يلقطها وهي طايره من ولاد راس التين، بيتكلم شويه فرنساوي على شويه تركي على شويه طلياني، لزوم تخليص الشغل مع اباطين المراكب الاجنبيه. الريس عمر جوده كان بيبني مركب خشب لمحمد علي باشا، طراد حلو كده، كان باين فيها خبرته اللي اكتسبها في العمل. المهندس ديسيريزي يقول في عقل باله ايه؟ شكله فاهم يا نص. الريس عمر عزم المهندس ديسيريزي على شويه شراغيش مشويه وشويه بربون مقلي مع شويه بساريه غير الجندفلي والحباش. المهم المهندس ديسيريزي عجبه قوي اكل الاسكندرانيه. لا يا عم الريس عمر جوده، وراح قايل لمحمد علي باشا انا عايز الريس عمر يشتغل معايا. ومن هنا بداوا يحولوا الطراد الخشب لفرقاطه، لكن برضه فضل يدور على مكان عشان يبدا فيه بنى الترسانه. لف اسكندريه كلها من شرقها لغربها، من العجمي لابو قير، بيدور على مكان للترسانه، وعمال يقيس الاعماق لحد ما استقر على مكان في مينا البطالمه الغربي. لكن المكان كان محتاج شغل كتير عشان يزود الاعماق. هنجيب شويه الات من فرنسا، كراكات يعني، ونعمق الشاطئ. لكن كان عنده مشكله تانية، ان ممرات الدخول للمينا كانت صعبه جدا. وايه يعني؟ مقع طينه ورمله، نجيب الات تعمقه وبالمره توسع الممرات. بس اهم حاجه انه كان محمي من العواصف وهجمات الاعداء. ما احنا اتكلمنا قبل كده عن الحمايه الطبيعيه لمينا اسكندريه الغربي، وده كان من اسباب اختيار الاسكندر الاكبر لموقع مدينه اسكندريه عشان يحمي الاسطول اللي كان ناوي يبنيه من هجمات الاعداء. لو عايز تعرف الحدوته دي كامله هسيب لكم لينك حدوته الاسكندر في الكومنتات. وهو محمد علي باشا وديسيريزي عملوا زي ما كان الاسكندر عايز يعمل. المهم ان هم اختاروا موقع الترسانة الجديد اللي كان موقعها محصور ما بين 1 وباب 10 دلوقتي. المهم ان احنا لما نبني مركب ينفع ننزلها المية وتبحر. وبعد شهرين من العمل ليل ونهار قدم المهندس ديسيريزي التصميمات المبدئية للترسانة وللمركبين اللي كان عايزهم محمد علي، وده كان في يونيو 1829. عفارم عليك ديسيريزي مهندس، عفارم يعني. تمام يا باشا؟ تمام ديسيريزي مهندس. هي الموافقة عندكم في مصر سهلة كده؟ تعالى عندنا في فرنسا وهم يطلعوك الدور الثالث عند مدام سوزان عشان تختم لك، وينزلوك الدور الأول عند مدموزيل جيري عشان طبيعين دمغة. لا ديسيريزي مهندس، احنا نقول تمام يبقى تمام. طب عايزين شوية عمال عشان نبدأ حفر ونحط الأساسات ونتكل على الله ربنا يكرمنا. بكرة ديسيريزي مهندس يكون عندك 5000 عامل. لا مش كتير كده يا باشا، كفاية 1000 عامل. لا ديسيريزي 2000 عامل عشان الإنجاز ونخلص بسرعة. تمام محمد علي باشا. احنا هنبني 4 أحواض عشان السفن العملاقة، و3 أحواض نبني فيها فرقاطات. لا ديسيريزي باش مهندس، فرقاطات بس، مراكب عملاقة ما ينفعش. مينا اسكندرية صعب، ما ينفعش فيه مراكب عملاقة، ممرات ضيق، مراكب تعمل هكة وهكة تغرز تعمل لنا مصايب. نو محمد علي باشا، انا هعمق المينا واعمق الممرات الملاحيه عشان نقدر ندخل ونطلع المراكب العملاقه. هو ده ينفع ديسيريزي باش مهندس؟ خواجات في اوروبا قالوا لي ما ينفعش. عشان كده كل اسطول مصر فرقاطه، مراكب حراقه، ما ينفعش مراكب عملاقه. بص يا محمد علي باشا، بالصلاه على النبي انا ارتحت لك. احنا هنبني مراكب عملاقه زي مراكب فرنسا وانجلترا، واللي ليه حاجه عندنا يقول لنا يا عمنا. عفارم عليك ديسيريزي مهندس، عفارم. لا تقول لي مارسيليا ولا ارسنال، الاتحاد سيد البلد. بدأ المهندس ديسيريزي يبني احواض السفن ال7، وكمان ورش القلوع والبكرات والتجهيزات الداخليه للمراكب، واهم حاجه ورش الحبال كانت بطول 300 متر، كانت قد ورشه الحبال اللي في مينا طولون بالظبط، ودي كانت اكبر ورشه حبال في العالم، ومساكن لمدير الترسانه والموظفين، ومستشفى كبيره للعاملين، و10 هناجر كبار لتخزين الخشب، وورش لتصنيع المداخن والبراميل، وافران كبيره لصهر الحديد والنحاس والبرونز، ونعمل كمان اداره للمدفعيه، وورش كبيره لصناعه المدافع والذخيره بتاعتها. وبداوا يستوردوا كل الماكينات اللازمه للتصنيع وكمان لتعميق المينا، وبداوا يستوردوا الصاري بتاع المراكب من طولون، ودي بقى
اغلى قطعه في المركب، بتتعمل من شجره واحده ما ينفعش فيها توصيل. كان في مصنع في رشيد بيورد اشرعه المراكب الصغيره، اما اشرعه المراكب العملاقه كان باغوس بيك بيستوردها من انجلترا. ده غير صفايح النحاس طبعا اللي لازمه لتصفيح المراكب، ودي بقى كنا بنعملها محلي، بتيجي من مسبك في القاهره. ديسيريزي بعت يجيب مساعدين ليه من فرنسا عشان يبداوا يعلموا العمال، اصل هو والرئيس عمر ما كانوش بيناموا، وبداوا يعلموا العمال المصريين اللي كان استيعابهم احسن 1000 مره من العمال الابارسه والمالطيين والاتراك اللي كان جايبهم محمد علي. وكمان حط التنظيم الاداري مش للترسانه بس، ده كمان للبحريه باكملها. لكن الكلام ده ما عجبش المحتلين والعياشه والمنتفعين، ودول كانوا بيسترزقوا حلوه قوي من ورا محمد علي باشا. اصل ديسيريزي كان راجل بتاع شغل مش بتاع عمولات، وناس تدي اسافين من تحت لتحت، وناس تروح لديسيريزي تقول له انت بتشتغل كل ده ليه؟ اشتغل على قد فلوسهم. لكن ديسيريزي بصراحه كان راجل محترم، كان فاهم يعني ايه امانه ويعني ايه احترام العمل، ومش ممكن يخون ثقه محمد علي باشا فيه. ديسيريزي كان صاحب صاحبه، حس ان محمد علي باشا وابراهيم ابنه كانوا صحابه، وكمان عثمان بيك وزير الماليه وباغوس بيك وزير التجاره الخارجيه، كان اكنهم شله صحاب مفيش زيها، وانهم مجتمعين عشان يعملوا عمل عظيم. وده كان بيرضي كبرياء المهندس ديسيريزي، من مهندس بسيط في فرنسا لصديق لوالي مصر. ديسيريزي حس ان كل اللي كانت بتكتبه صحف ومجلات فرنسا عن محمد علي باشا غلط. الراجل كان طموح وعايز ينقل كل الحضاره اللي موجوده في اوروبا لمصر. كل ما مركب جديده وحديثه تخش المينا في اسكندريه يجيبني ويقول لي ايه ده، انا عايز من ده، ولازم جيش مصر والبحريه بتاعتها تبقى احسن جيش وبحريه في العالم. وطبعا الجواسيس بتاعت البلاد الاجنبيه ما بتصدق، تبعت كل الاخبار لبلادها. كلهم كانوا مراهنين على فشل محمد علي باشا، وانهم بعتوا له مهندس صغير مش هيعرف ينفذ حاجه من احلام محمد علي باشا. لكن يا عيني جات لهم الصدمه. المشكله كانت في كميات الخشب اللي اشتراها اخو باغوس بيك من بلاد البحر الاسود. كميات الخشب اللي استوردتها مصر جننت الناس في اوروبا، في فرنسا وانجلترا واسطنبول وروسيا. محمد علي باشا دفع ثمن 780 ساري مركب لترسانة طولون وكاش وقبل الشحن. كله كان بيقول في اوروبا هو محمد علي باشا اتجنن، هيعمل ايه بالخشب ده كله؟ غابات كامله بتتقطع في البحر الاسود ودول البلطيق وكندا، والمسرح ولع. ديسيريزي والحاج عمر جوده كانوا بيشتغلوا كل حاجه، ريس نجارين ماشي، ريس حبالين ماشي، ريس مدفعيه ما يضرش. محدش فيهم كان بيعرف لا ياكل ولا ينام. والانكت ان محمد علي باشا طول ما هو موجود في قصره في راس التين عايز الباشمهندس ديسيريزي يسهر معاه ويقعدوا يشيشوا سوا. بوظت الواد يا باشا، دخان. بالليل ديسيريزي يلبس عبايه بيضه مغربي ويركب الحصان بتاعه ويطلع على قصر راس التين، وكركر وهرهر وهو بينام على نفسه. لدرجه ان ديسيريزي سال محمد علي باشا في مره انت بتنام امتى؟ قال له انا مش هنام الا لما مصر تبقى بلد عظيم. 6 ماكينات حفر جم من فرنسا عمالين يحفروا في المينا الغربي، اللي بيعمق المينا واللي بيعمق الممرات البحريه واللي بيحفر الاحواض واللي بيساوي شواطئ المينا. وقولي لي يا مصر بتعمليها ازاي؟ الترسانه قربت تخلص والمشروع فيه كميه لغات غير طبيعيه، انجليز وفرنساويين وايطاليين وجريك ومالطيين ومن كريت ومن مالطا، ده غير القبائل العربيه من اولاد علي. وكل حاجه بالمشاوره بتمشي والمسرح ولع. وفي 5 أغسطس سنة 1830 كان أول مركب عملاقة هيتم إنزالها المية. مركب كانت هتشيل 80 مدفع، ودي هتبقى أكبر مركب في أفريقيا وأكبر مركب يتم تصنيعها خارج ترسانات أوروبا. اسم المركب دي كان لافيل دي ألكسندريا. احتفال كبير ومقرئين وشربات لوز. الاحتفال حضره محمد علي باشا وابراهيم باشا ومندوب السلطان العثماني بروتا فندي اللي كان جاي اسكندريه عشان يشوف محمد علي بيهبب ايه. واتصدم يا حبه قلبي لما شاف المركب، حس ان هو جاي من اسطنبول في توك توك. وطبعا الذبايح لازم تبقى موجوده، جاموستين بسم الله ما شاء الله، والعمال تخمس على خشب المركب وما تبصليش بعين رضيه، بص للي اتدفع فيا. طبعا كان بناء اجزاء المراكب ماشي جنب بناء الترسانه، يعني كانوا بيصنعوا اجزاء المراكب ويخزنوها في انتظار انتهاء الاحواض.
المركب اللي كانت بتاخد لها سنتين في طولون بنعملها في 6 اشهر. الخطة كانت ان مصر خلال 4 سنين يكون عندها 20 مركب عملاقة، غير الفرقاطات والحراقات والمراكب التانية. واول 5 مراكب هيبداوا يتجمعوا، اولهم مركب دمياط ومركب المحله الكبرى. محمد علي راحت منه وطلب ان مركب المحله الكبرى تبقى قوتها 100 مدفع. لما اوروبا سمعت كده اتجنت، ده احنا عمالين بقالنا 200 سنه بنهد في السلطنه العثمانيه، يطلع لنا محمد علي ده؟ المركب دي بالذات كانت تعادل اقوى مراكب اوروبا. وعلى الرغم من ان محمد علي باشا كان في القاهره، الا ان التجهيز للاحتفالات بدا قبل شهر من نزول المركب للبحر. المره دي الاحتفالات كانت غير طبيعيه خالص، صوان كبير للرجاله وصوان للحريم، وكل القناصل بتاعت الدول الاجنبيه مدعوين، و4000 جندي مصري باسلحتهم. كل سفن الاسطول المصري واقفه في الميناء رافعه اعلام مصر، ده غير السفن الاجنبيه، و10 جواميس مصريه مدملكه بجزارينهم. كل مشايخ اسكندريه عمالين يقروا قران، واهل اسكندريه هيصه وزنبليطه. الساعه 10 الصبح بالظبط بدا قطع الحبال، وكل حاطط ايده على قلبه، ونزلت المركب بسرعه على الميه. ولحظتها كل طوابق اسكندريه ضربت مدافعها، وكل المراكب والتحصينات العسكريه والعساكر 1000 طلقه مدفع ورا بعض. الجوامع كلها بتدن واجراس الكنايس بتدق، محدش مصدق، كل الناس عماله تحضن بعض ويحضنوا السريزي والرئيس عمر جوده. اما الباشا في القاهره فكان عامل هليله تانيه خالص، المدافع تضرب من قلعه الجبل ومن التحصينات، والاهالي كلها مبسوطه. وتعدي ايام وتوصل القرارات والاوسمه من محمد علي باشا من القاهره، دسريزي باشمهندس ياخد رتبه البكويه، الحاج عمر ريس اسكندراني ياخد رتبه افندي. في اخر الحدوته دي احب اضيف حاجه صغيره، الحاج الريس عمر جوده افندي ابن راس التين، مراته بقى كانت من عيله كرموز السكندريه، وبيته كان في الشارع اللي متسمى باسمه في راس التين، شارع الريس عمر جوده. وفي اخر ايامه لما كبر بدا في بنى جامع جنب بيته في راس التين، ولما توفى ولاده محمد ومحمود كملوا بنى المسجد، والمسجد موجود لحد دلوقتي في راس التين في نفس الشارع اللي اسمه شارع مسجد جودة. كده يبقى في اسكندرية في 3 أماكن باسم الريس الحاج عمر جودة أفندي، شارعين وجامع، شارع جودة وشارع مسجد جودة ومسجد جودة. ولغاية دلوقتي عيلته وأحفاده وأحفاد أحفاده عايشين بينا في اسكندرية. هنا الاسكندرية، هنا ثغر الكرام، دمتم سكندريين.